قتلت أطفالها الخمسة بأمر من الشيطان. رانا في سنة 1993 عندنا واحد المرأة يسموها أندريا، تلاقت بواحد الرجل اللي يسموه راسل، تحبوا وتزوجوا وكانوا عايشين حياة نوعا ما عادية. بعد مدة أندريا أنجبت ثلاثة أطفال، وهنايا بدأت الشقوق بالظهور. تقدموا شوية لسنة 1999. أندريا هذه أصيبت بواحد الانهيار عصبي وحاولت تنتحر زوج مرات. هنايا راسل واللي هو الزوج تاعها داها للمستشفى، وهنايا تم تشخيصها باكتئاب ما بعد الولادة. وكاين بعض النساء اللي تعرف الاكتئاب ما بعد الولادة هذا، واللي هو شغل اضطراب قد يتحول في بعض الحالات إلى ذهان حاد، وبالإنجليش يقولوا له سايكوسيس. هنايا الأطباء نصحوا أندريا هذه باش ما تعاودش تنجب مرة واحدة أخرى، إنه إذا عاودت زيدت قادر هذاك الاضطراب يتحول إلى انهيار ويكون يعني يشكل خطر على حياتها. أندريا ما تبعتش نصيحة الأطباء، وهنايا زادت أنجبت طفلين آخرين. ومع كل ولادة كانت الحالة الصحية تاع أندريا تتدهور أكثر فأكثر، ولات شغل منطوية بزاف، ولات ما تهدرش كاع، وكانت في بعض الحالات تتوقف على الماكلة كاع، وحتى على الكلام. في بعض الأيام كانت تهمل كاع. في بعض الأحيان أندريا كانت تهمل كاع رعاية الأطفال تاعها، وبدل من ذلك كانت بزاف تركز على قراءة النصوص الدينية اللي تركز بزاف على الخطيئة والعقاب وما إلى ذلك. ومع الوقت ومرور الأيام تشكلت واحد القناعة مرعبة في العقل تاعها. بدأت أندريا تشك باللي الشيطان هو اللي راح ساكنها، وباللي هي أم فاسدة والأبناء تاعها قرم رايحين للجحيم. وبدأت ثاني تشك باللي الخطايا تاعها راهم ينتقلوا لولادها. وهنايا عرفت باللي الطريق الوحيد للخلاص تاعها وتاعهم هي أنه دير واحد الفعل مرعب. في صباح 10 من الشهر السادس يونيو أو جوان من سنة 2001، راسل ييت كان في المكتب تاعو خدام عادي، أيا حتى تلقى اتصال، والاتصال هذا كان من أندريا الزوجة تاعو. هنايا قلت له you need to come home immediately، لازم تجي للدار. راسل هنايا سقساه على السبب، مالا قلت له it's time I did it. راسل هنايا تغير الصوت تاعو فجأة، وعرف باللي شدارت الزوجة تاعو كان كارثة، لأنه كان عارفها باللي راهي تعاني من اضطرابات نفسية متكررة وحادة. هنايا سكت شوية راسل، ومن بعد سقساها قال لها which one، شكون فيهم؟ والإجابة تاع أندريا كانت إجابة رايحة تطارد راسل بقية حياته. قلت له all of them قاع. راسل هنايا رمى تليفون من يدو، ركب في طوموبيلته وقلع يجري لدارو. راسل هنايا كي لحق لدارو صاب باللي سيارة تاع الشرطة راهي في كل مكان، الجيران كانوا كاع برا مذهولين. راسل هنايا بغى يدخل لدارو بصح الشرطة ما خلاوهش، مسكوه. هنايا لقى بلي أندريا راهي خارجة من الدار مع الشرطة مقيدين لها يديها، وهنايا بدا يضبح ويعيط عليها ويقول لها كيفاش قدرت تديري هكذا. بصح أندريا شغل كانت تبان باللي راهي في عالم آخر قاعد، ما خزرتش حتى فيه ولا جاوبته.